الاتحاد الأوروبي يرسل خبرا مفرحا للسوريين، فما الجديد في القرارات؟ جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم للشعب السوري رغم الحروب الطاحنة التي يمر بها خلال السنوات الماضية، مطالبين الدول العربية والإقليمية بالاستمرار لدعم السوريين وتمكينهم من العيش بحياة كريمة. وشدد الاتحاد الأوروبي على مواصلة ودعمه للشعب السوري والتأكيد على العبارات الثلاث: لا للتطبيع ولا لإعادة الإعمار ولا لرفع العقوبات، طالما لم يشارك النظام السوري بشكل فعال في الحل السياسي. كما أكد الاتحاد الكامل لدعمه لجهود الأمم المتحدة في سوريا وفق ما نقله المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفن شيك عبر تويتر. وجاء الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل بدعوة من المبعوث الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي أكدت أن الاجتماع جرى لمناقشة الوضع المأساوي على حد وصفها. كما شارك في الاجتماع كل من نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر الاجتماع مناسبة لمزيد من التبادل المفيد بالشأن السوري. وأكد أن الموقف الأوروبي بهذا الصدد لا يزال موحدا. وقالت نجاة رشدي ممتنة لدعوة الدول والأعضاء والاتحاد الأوروبي ومسؤول الاتحاد لاطلاعهم على مكتب المبعوث الخاص إلى سوريا. وكانت رشدي ناقشت في 26 من كانون الثاني مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا والمبعوث إلى المنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوضع على الأرض في سوريا، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي والحل على مواصلة للصراع السوري. يأتي الموقف الأوروبي في حين تصاعد مساعي التقارب التركي مع النظام السوري بدفع روسي وعدم ترحيب أمريكي، إلى جانب زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى أنقرة ودمشق خلال يومين.